كيف بتبيعني هالقلم؟ لحظة، إذا بلشت بوصف القلم بمواصفاته فأنت عم تبيع كتير غلط. تخيل معي هالمشهد، أنت بميتينج مع زبون، بتطلع القلم من جيبك وبتقول هيدا القلم مصنوع من أجود أنواع الخامات، بيكتب بانسيابية، الباكجينج تبعه هيك وسعره الأفضل بالسوق وما إلى هنالك. والمشكلة ما حدا اشترى القلم، ما حدا رح يشتري القلم. هون الفكرة، الزبون ما بيهتم بالقلم، بيهتم بحاله، بحاجته، بمشكلته. بمشهد من وولف اوف وول ستريت السؤال ما كان شو ميزات القلم، بل ايمتى اخر مرة احتجت للقلم وما لقيته؟ شو اهم شيء بدك اياه انت بالقلم لاحتياجاتك اليومية؟ تخيل حالك بموقف مهم ولازم توقع بسرعة وما معك قلم. هون السحر بيصير، الزبون ما بيشعر انك عم تدفعه للشراء، بل انه هو اللي قرر لحاله، مش لان القلم حلو بل لانه صار ضرورة. البيع مش انك توصف المنتج، البيع انك تخلي الزبون يشوف ليش هو بحاجة له قبل حتى ما انت تقله. وهيدا اسمه consultative selling.